السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اجمل مشاهدين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة بقى لعشاق الاندومي ومحبي الاندومي الجاهز المضر جدا جدا اللي بيجي من بره ده بقى هنعمل مع بعض الاندومي في البيت، طريقة سهلة جدا ومبسطة جدا ومقادير موجودة وحاجة صحية وحاجة نظيفة وحاجة عيالك هيعشقوها وهيدمنوها، وانت كمان هتدمني معاهم الحاجة دي. النهارده بقى نعمل مع بعض الاندومي في البيت. بس اول حاجه كده نصلي على سيدنا محمد ونحط لايك جميل للفيديو، يا ريت تشيروا الفيديو بقى لكل محبي الاندومي. هنا بقى المقادير بتاعتنا. معايا هنا كيس مكرونه سباكيتي، بس انا هستعمل نصها، مش هستعملها يعني مش هستعمل الكيس كامل، هستعمل نص الكيس. معايا هنا توم باودر، بصل باودر، بهارات فراخ، كركم، لو في كاري، بس انا مفيش كاري، فمهم يعني معايا فلفل احمر وفلفل اسود وكزبره وبهارات فراخ ونص، مش كزبره، قصدي فلفل اسود وكمون، ونص مكعب مرق. معايا هنا حلة مية على النار، احط فيها شوية ملح وشوية زيت صغيرين عشان نسلق المكرونة اللي معانا. طبعا نحط الزيت عشان المكرونه ما تكلبش في بعضها وتبقى ايه منفصله كده ومفلفله وجميله. هنستنى لغايه ما الميه تغلي. الميه بدات تغلي معايا. بس طبعا يا حبايبي متنسوش بقى اللايك الجميل بتاعكم، واللي ما اشتركش معايا في القناه فضلا وليس امرا يضغط على كلمه اشتراك اللي تحت الفيديو وفعلوا زر الجرس اللي جنبها، اختاروا منه كلمه الكل علشان لما انزل فيديو جديد يجيلكوا باشعار. وحبايبي المشتركين معايا منوريني ومشرفيني، متنسوش بقى اللايك والشير. المهم بقى، هنا بقى المهم بدأت تغلي معايا. انا جبت نص كيس المكرونة اللي معايا، كسرته كده على جزئين. اللي عايز يسلقها بحالها كده بطولها اللي هو العادي ده مفيش مشكلة، بس انا ايه كسرتها كده على جزئين عشان الولاد لما يجي ياكلوها ما يبقاش يعني ايه ما تبقاش طويلة كده وتبقى لخمة. فاحطها كده بقى لغاية ما تتسلق، بس مش هسلقها سليق كامل، يعني يا دوبك ايه، نسيب فيها عقدة كده من جوه، يعني ولا تبقى جامدة قوي ولا تبقى اللي هي مستوية السوا الكامل، مش السليق العادي بتاع المكرونة، لا يعني نسيب فيها عقدة كده لان لسه هنحطها في مية تاني ونعمل لها الشوربة بتاعتها. هنا بقى خلاص اخدها اصفيها، كان فاضل فيها عقدة بسيطة، خدتها كده صفيتها. وهنا هحط مية تاني من اول وجديد. المية بقى على حسب رغبتكم انتم، لان دي اللي هتكون الشوربة بتاعة الاندومي. انا هنا حطيت شوية مية في الحلة، وهستنى برضو لغاية لما تغلي. بصوا بجد حاجة، يعني ولادي ادمنوا الاندومي في البيت عن الجاهز. طبعا الجاهز مضر وربنا يعافينا يا رب، يعافي اولادنا، بيجيهم امراض مش كويسة، وحصل كذا حالة وفاة بسبب الاندومي ومشاكل كتيرة. فالحاجة اللي نقدر نعملها في البيت نعملها في البيت. هي اي نعم ما بتبقاش زي اللي بره، بس صدقوني يعني طعمه جميل جدا جدا. الحاجة دي بالذات اللي ابني بيقول لي دي احسن من اللي بتعمل بره. يعني دايما لما بنعمل حاجة في البيت لا الولاد يقولوا اللي بره احسن، لا بجد ده احسن من اللي بره، حاجة مضمونة وحاجة انت عاملاها بايديكي، وكل البهارات نقدر ان احنا نجيبها ونعملها، ولا ملح صيني ولا شطة مش عارف ايه ولا حوارات ولا حاجات ما احناش عارفين اصلا متصنعة ازاي ولا نظامها ايه ولا جودتها ولا نظافتها ولا اي حاجة. فليه نجيب الحاجة المضرة؟ ما يعني في ايدينا ان احنا نعمل الحاجة في البيت بطريقة كويسة ونضيفة ومضمونة. المهم بقى هنا حطيت البهارات اللي معايا ارجعها لكم تاني: توم باودر، بصل باودر، كركم، فلفل احمر، فلفل اسود وكمون. بس ما نكترش في الكمون والفلفل الاسود قوي عشان طعمهم ما يبقاش واضح قوي في الشرب. ونص مكعب مرق، ومعايا بهارات فراخ. المية هنا هتبدأ تغلي. انا هنا ما كانش فيه شطة، فجبت ده كان جبت حتة من قرن فلفل حامي، من قرن شطة يعني. انا عايزة برضو الشوربة تدي يكون فيها طعم شطة. حطيته مفيش ثانيتين وشلته على طول لانه كان حراق قوي، وبرضو مش عايزة الشوربة تكون حراقة قوي عشان الولاد. اول ما بدأت تغلي معايا هنا نزلت بقى بالمكرونة اللي كنا مصفينها. المكرونة طبعا فيها عقدة لسه، فالغلوتين اللي هتغليهم المكرونة مع الشوربة اللي احنا عملناها دي هتكمل التسوية بتاعتها.
وفي نفس الوقت تاخد طعم الشوربة، تاخد طعم الاندومي بقى اللي احنا عملناه، يعني المكرونة تطعم بقى بطعم الاندومي بقى. كده يا جماعة الاندومي بتاعنا بقى جاهز، الشكل الجاهز ونفس الشوربة. بس على فكرة هي الصورة مغمقة شوية، بس هو نفس الشكل والطعم والريحة وكل حاجة. عايزاكوا بقى تجربوها ومش هتندموا على ضمانتي. هنا بقى فضيت في بولة كده كبيرة. طبعا لو كل واحد عايز طبق لوحده مفيش مشكلة، انا عملتها يعني بولة، قلت مش مستاهلة يقعدوا ياكلوا مع بعض. وبصراحة يعني انا كمان جبت لي شوكة وقعدت اكل معاهم، حاجة بقى نضيفة، حاجة ضمنها، فنقعد ناكل بقى ايه بقلب جامد. شايفين الجمال والحلاوة؟ على فكرة الصورة ظلماه، يعني الصورة مغيرة اللون برضو، بس على الطبيعة الشكل الجاهز بالظبط. حاجة تحفة جدا ونظيفة، ومش هتبطلوا تعملوها وهتبطلوا بقى تشتروه من بره. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا. اهم حاجة بقى تشيروا الفيديو لكل عشاق الاندومي والناس اللي بتجيب اندومي من بره. يا جماعة الله يبارك لكم بقى، خفوا من الاندومي اللي بره ده، وطالما ان انتوا هتقدروا تعملوه في البيت واحسن من اللي بره. وبس كده فيديو النهارده خلص، يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا معايا. اشوفكم على الف خير مع الف سلامة. بس اهم حاجة اللايك، ما حطش اللايك وجرى الفيديو. يلا دلوقتي حطوا لي لايك جميل للفيديو، وشيروا الفيديو لاصحابكم واحبابكم. واللي ما اشتركش معايا فضلا وليس امرا إن يضغط على كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو، ويختار كلمة الكل من علامة الجرس اللي جنبها علشان يجيلكوا اشعار بكل فيديو جديد ننزله. مع الف سلامة، اشوفكم على خير.